عشاق الرافايلو كيكة الجوز الهندي والحليب المحلى كتجي فعلا رائعة وفيها الذوق ديال الرافايلو. تبعوا معايا الطريقة والمقادير باش صوبنا هذا الكيك اللي كيجي رائع فعلا. كنتمنىكم تجربوه، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك، وشكرا لكم. بسم الله. غادي نبداو بالمقادير. اللي هنا خديت 3 البيضات غادي نديروهم في الخلاط الكهربائي. ساشيه وحده ديال 7 غرام ديال الفاني، نصف كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر، كاس ما عامرش، كاس لاروب هكا. ما نكثروش هكا السكر حيت غادي نديرو الحليب المحلى. هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب على ديك المقادير ونحاول نخفق الكل باش نحصل على الخليط اللي بغيت. صافي من بعد ما خلطت الخليط غادي ناخذ هنا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. خديت هنا 2 اكواب من الدقيق وواحد الكاس كيس ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام. صافي وغنضيف عليه هذاك الخليط اللي صوبت، والدقيق على حسب السوائل اللي عندك. هانتوما صافي من بعد غادي ندوز نديرها في الاناء اللي غندخل او المول اللي غندخلو الفران. صافي درت لها العافيه من الفوق ومن التحت حتى بدات كتطلع شويه ونقصت عليها. هنا 2 كيسان ديال الحليب وعلبه ديال حليب هذاك بوريسيما حليب المطبوخ، و3 أرباع من هاد العلبه حتى هي ديال الحليب المحلى، يعني خليت فيها غير ربع. صافي غنحرك مزيان هاد الخليط، ومنيت طيب ليا الكيكه غادي نقطعها دي مغصوب بحال هكا، ونحاول ندوزها في هاد الحليب اللي صوبت الترقيده ديالها، وندوزها في جوز الهند اللي هو الكوك ديالنا. وهكا كنكون حصلت على كيكه بمذاق الرافايلو كتجي رائعه فعلا. كنتمنىكم تجربوها وكنتمنى تعجبكم، وبالصحه والراحه.